السلام عليكم خياتي، ومرحبا بكم عند اختكم مريومه. نتمنى تكونوا كامل ملاح وتلقاكم هذه لا فيديو مهنيين وبأتم الصحه والعافيه يا رب. اليوم جيت نطلع لكم بهذا الطبق اللي البنه تاعو رائعه، يجي بنين بزاف بزاف. جربي غادي تولي مدمنه عليه باذن الله، يعني المذاق تاعو حكايه. نروح نشوفوا طريقه التحضير، وبلا ما ننساو كما العادة نبداو لا فيديو تاعنا بالصلاة والسلام على كامل الأنوار محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش تصلوا عليه. بداية بغيت نرحب بالمشتركات الجدد، والله نورتوني في قناتي وفرحتوني بزاف بزاف. ربي يفرحكم وحده وحده ويرزقها ما راهي متمنية يا ربي. وانتيا إلى أول مرة تشوفي هذه القناة نتمنى تفرحيني وديري لي اشتراك، والله غادي تشرفيني. وما تنسيش تفعلي زر الجرس هكذا باش يوصلك كل ما هو جديد. وبلا ما نطول عليكم اكتر نروح مباشرة نشوفوا طريقة تحضير الطبق تاعنا. عندي حبة بصل تكون مرابية، ديريها تتقلى مع الداند ولا الدجاج ولا اللحم اللي عندك في مرص وزبدة و3 ملاعق زيت ولا اكتر. خليهم يتقلاو لك مليح مليح باش ياخدوا لك بنه مليحه. ديما الطاجين تاعك خليه يتقلى، ما تقلقيش عليه باش يجيك بنين. مور ما يتقلاو لك زيدي لهم ملعقه كبيره طماطم مصبره النوعيه اللي عندك، و3 فصوص ثوم. اذا كان الثوم عندك كبير ديري 2 فصوص فقط، بصح ما تستغنيش عليه يطلق لك بنه هايله. وديري حبه جزر، ديريها بهذه الطريقه ما تقطعيهاش على حساب الكميه اللي غادي ديري. الا كنتي غادي تكتري ضاعفي الكميه. ونروحوا مباشره نديروا التوابل تاعنا. عندي ملعقه حرور، ربع ملعقه قرفه، ونصف ملعقه كركم. هذا واش نسحق في هذا الطبق. ما تزيدي ما تنقصي، غادي يجيك هكذا ولا اروع. يعني جربي هذه الطريقه وباذن الله غادي يعجبك بزاف بزاف بزاف، وغادي تدعي لي ان شاء الله، خاصه المبتدئات اللي راهم يتعلموا. يعني على ضمانتي باذن الله جربي غادي تفرحي بيه بزاف بزاف. ونجو نملحو هنايا مباشره، ونديرو الزيتون تاعنا. الزيتون ما تغليش، ديريه في الماء فقط، بدليه لها 7 خطرات ولا ماء يكون عادي ماشي ساخن ولا بارد. ونجو نزيدو عليها وريقه رند، ونغطو على الزيتون تاعنا نخلوه يتقلى لنا ويشرب لنا دو الصوالح اللي درناهم باش يجينا بنين. وراني منقصه توجور الغاز. من بعد نجو مباشره نمرقو بالماء يكون سخون، ونخلوه يطيب لنا على نار قليله. غادي يديلك حوالي 35 الى 40 دقيقه على نار قليله. من بعد طفي عليه وشوفي الا كان ممسوس زيدي له الملح. من يطيب لك وخري اللحم تاعك بجهه وقليه بشويه تاع دهان وزيت باش ما يتحرق لكش الدهان. وشوفي اذا كان خاصه الملح ولا زيدي له. هيا قدميه وتنجمي تضيفي له شويه بطاطا يجي بنين ما شاء الله، ورشه تاع معدنوس خفيفه من الفوق. وهنايا ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير، تهلاو في روحتكم، دمتم في رعايه الله، والى الملتقى في فيديو اخر باذن الله.